الشيلين القديم وأسعاره. جمهورية مصر العربية. الورقة اللي قدامك دي بتعمل 10 جنيه في حالة الزيرو. يعني إيه؟ يعني في حالة الأنصر اللي قدامك. يعني الورقة جديدة أهي. شيلين جديد أهو. الشيلين جديد زيرو أهو. أهو. ما اتلمس يعني بالبلدي كده. فده بيعمل 10 جنيه. عشان الناس اللي هي مفكرة إن هو غالي أو الكلام ده كله، لأ. ده سعره بيتباع ب10 جنيه. الغالي حاجة واحدة بس، اللي هو بدل كلمة جمهورية مصر العربية، بدل كلمة جمهورية مصر العربية بيبقى مكتوب الدولة المصرية هنا. يبقى مكتوب الدولة المصرية، ده اللي غالي. وده مش موجود ونادر. مكتوب عليه الدولة المصرية، والعلامة المائية بتاعته تبقى صورة الملك فاروق. ده اللي غالي وبيتباع ومش موجود. نادر. هو موجود بس نادر، قليل. شيلن الدولة المصرية. العلامة المائية بتاعته بتبقى صورة الملك فاروق، والظهر بيبقى مكتوب عليه الدولة المصرية، وهنا بقى بيبقى مكتوب عليه الدولة المصرية بدل كلمة جمهورية مصر العربية. أما أي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية تتباع ب10 جنيه القطعة، اللي هي جديدة. متقطع بقى والكلام ده كله ما بيعملش سعر، ملوش لازمة يعني بالبلدي كده. اللي متقطع واللي عليه كتابة والكلام ده كله ما يتباعش. ده تحتفظ بيه لنفسك. الجديد الورقة منه ب10 جنيه. اللي بيتباع اللي هو مكتوب عليه الدولة المصرية، وده مش هتلاقيه. هلا قليل، قليل قوي. ده اللي غالي وبيتباع، مكتوب عليه الدولة المصرية. أي حاجة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية ما تتباعش. يبقى قلنا اللي بيتباع اللي هو الدولة المصرية. حاجة زي اللي قدامك سعر الورقة منها 10 جنيه. الورقة الواحدة ب10 جنيه. متقطع عليه كتابة الكلام ده كله ما بيعملش سعر. متنسناش في اللايك والمتابعة للصفحة عشان تشوف كل جديد في أسعار العملة القديمة. أماكن البيع والشراء للعملات: جروبات الفيسبوك أو الأسواق.